بداية بالاسم تالس أو طاليس المالطي. ايه الفرق؟ تالس في اليونان، طاليس المالطي دي العرب هم اللي بيطلعوا الكلمة من الأجنبي للعربي بهذا الشكل فبقت طاليس. تالس هو فيلسوف قديم جدا، أقدم من ظهور كلمة الفلسفة أصلا، لأن احنا قلنا قبل كده إن الفلسفة ظهرت مع فيثاغورس اللي محبش يطلق عليه حكيم، بل حب إن هو يطلق عليه محب للحكمة، واللي هي معناها فيلسوف. تالس من أول الفلاسفة القدماء، وهو أول واحد يطلق عليه فيلسوف، عشان كده اتسمى أبو الفلسفة. وهو واحد من 7 يطلق عليهم الفلاسفة الطبيعيين. ويعني إيه الفلاسفة الطبيعيين بتلخيص كده؟ الفلاسفة الطبيعيين دولت هم مجموعة من الناس عندهم نظريات مثبتة علميا، وربطوا أصل الوجود بعناصر طبيعية زي النار والأرض والمية. وزي ما قلنا قبل كده في فيديو بتاع الفلسفة، قلنا إن تالس هو أول واحد قال إن أصل كل شيء حي المية، وده اللي أثبته الناس في علومهم بعد كده. وكمان ظهر في الآية الكريمة اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم.